لحد اليوم ما بقدر أنسى هاي الليلة أبداً. أهلي طلعوا يزوروا جدي المريض وبقيت أنا وأختي في البيت والخادمة غرفتها فوق السطح. كنت أذاكر وفجأة سمعت نقرات على الباب. أختي كانت تبكي وترتجف وتقول إنها شافت كابوس، واحد يركض وراها ويصرخ ما راح تقدري تتكلمي مرة ثانية. حاولت أهديها وأقول لها هذا مجرد حلم، لكن بنفس اللحظة جرس الباب بدأ يرن بدون توقف. أختي صاحت ماما رجعت وركضت تفتح قبل ما ألحقها، ولما فتحنا كان قدامنا رجل غريب ضخم ومعاه مرأة بعباية شكله يخوف جدا. سألني بحدة: هذا بيت الحاج راغب السيد؟ قلت له نعم، بس أبوي وأمي مو موجودين. فطالع فينا بطريقة غريبة وقال كأنه يعرف: يعني أنتما لحالكم هنا؟ وقتها حسيت الخوف لأول مرة، وبعدين شفت اللي وراه، كيس أسود كبير مربوط بحبل بإيده وكان كأنه يتحرك الحالة. قال إنه جار قديم وجاي من بعيد ويبغى يرتاح شوي، وأنا ونسيت كلام أمي لا تفتح للغرباء بالليل سمحت لهم يدخلوا غرفة الضيوف. وبعدها بمباشرة صار شيء قلب البيت كله وخلى أختي فعلا تجن. إذا أردتم تكملة القصة فاضغطوا على الرابط أسفله.